اللي مش حقيقي ان انت هتبني شركه. انت قلت ان الاي اي بيخلص حوالي 50 او 60% من الشغل، ليه مش 70؟ ليه مش 80؟ اما الناس كلها بتعمل تولز، اما مين اللي هيسبسكرايب او مين اللي هيشتري؟ لو اي حاجه سهله قوي كده بالاي اي كان كل الناس عملتها يعني. انا عامل لك الادز مانجر بطريقه اسهل بكتير جدا وابسط بكتير جدا واسرع بكتير جدا، فانا نفس انت بتعمله ادز مانجر هتعمله هنا. كل الناس تقول ام سي بي ام سي بي، طب ايه هو الام سي بي وايه ميزته وبيساعدنا في ايه؟ انت في اللوكال تعمل كل حاجه، وممكن يكون ده اللي علمني. مصر فيرسز مثلا، او اختلافها عن السعوديه في استخدام الاي اي، او اختلاف المينا ريجن عن يوروب او امريكا، لان انا كل ماركت بيبيع نفسه بطريقه مختلفه او بشكل مختلف، بس لما تيجي على ارض الواقع فعلا تبص. اهلا بيكم في بام توكس. طبعا كلنا عارفين التغييرات الكبيره اللي بتحصل في الميديا باينج والبرفورمانس ماركتنج والماركتنج تكنولوجي بشكل عام في الفتره الاخيره، بعد الادفانسمنتس اللي شفناها في شات جي بي تي، طلوع كلود واي اي تكنولوجي كتير جدا. عشان كده احنا النهارده مستضيفين واحد من اشطر الناس اللي في الميديا باينج وفي البرفورمانس ماركتنج، اشتغل في اماكن مختلفه وفي ايجنسيز مختلفه. معانا احمد شاهين. ازيك يا احمد؟ ازيك اخبارك يا ايه؟ شريف؟ الاخبار عامل ايه؟ الحمد لله، مبسوطين ان انت معانا في الابيسود دي، انا اكتر صدقني. وعايزين بقى نكلمك في حاجات مختلفه بقى ليها دعوه بالبرفورمانس ماركتنج والاي اي يوسج والحاجات المختلفه دي. خلينا اول حاجه، خليني يعني اديك كده المايك، الاول تتكلم عن يور اكسبيرينس في الحاجات المختلفه من البدايه يعني. اوكي طيب، انا شاهين شغال في الديجيتال فيلد او في الاندستري تقريبا من 2015 او 2016 في الرينج دوت. اشتغلت في كذا مكان او في كذا انتيتي، من اول بقى الستارت ابس، كوربريتس، جلوبال ايجنسيز، لوكال ايجنسيز، يعني لفيت لفه كبيره كده. يعني ممكن اقول لك على اشهر الاسامي اللي انا كنت موجود فيها. يعني فتره الجامعه كنت بشتغل وقتها، فكنت ممكن كل 6 شهور ببقى في شركه يعني فمش لازم امنشن دول. بس مثلا اشتغلت في وفرها دوت كوم، يعني اعتقد الناس كلها ممكن مشهور تكون طبعا اوير جدا. بوفرها دلوقتي. اشتغلت في حاجه في جلوبال ايجنسي اسمها بي اتش دي ميديا، من الويل نون ايجنسيز يعني اللي معروفه في الماركت. كنت هناك ديجيتال بيرفورمانس ليد، كنت بليد الايجنسي كلها ان ترمز بقى بيرفورمانس بالتيم كله بكل حاجه. بعدين رحت مع بي اتش دي ميديا، رحت السعوديه، عملت ري الوكيشن هناك فتره، فكنت شغال معاهم هناك. كنت بليد على اكونت اسمه اس تي اي، اللي هو سعودي توريزم اثورتي، لو هيئه السياحه السعوديه. بعدين سبت اس تي اي او سبت بي اتش دي، وبدات اروح مكان تاني، شركه اسمها ناقي، هي لوكال كوربريت هناك في السعوديه. طبعا انت اشتغلت يعني على براندز مختلفه كتير جدا في البرفورمانس. مظبوط. يعني خليني اقول لك حاجه من الحاجات اللي فادتني قوي بصراحه، هي اللفه اللي انا لفيتها دي، اللي هو انا اشتغلت مع اللوكال، اشتغلت مع الستارت اب، اشتغلت مع الكوربريت، اشتغلت مع الجلوبال كلاينتس وجلوبال ايجنسيز. فانا النهارده فاهم كل كلاينت محتاج ايه بالظبط، يعني اللي الجلوبال كلاينت بيحتاجه غير اللوكال كلاينت بيحتاجه خالص. فاهم. مظبوط. وطريقه الشغل اصلا نفسها مختلفه، هنا عن هنا، عن الكوربريت، عن الستارت اب، يعني الموضوع وفرق مختلف. الميديا سبيندنج، سواء كان الصغير المتوسط الكبير، كل واحد فيهم ليه بالظبط. طريقته يعني. والويز حتى اوف اكسكيوشن او كونتريبيوشن بتاعك في الشغل، يعني مثلا ممكن اديك مثال بسيط قوي. انت في اللوكال تعمل كل حاجه، وممكن يكون ده اللي علمني بصراحه اكتر حاجه من الحاجات اللي علمتني، ان انت النهارده انت ليك كونتريبيوشن في الديزاين، في الكونتنت، في الادز طبعا اللي هي او البرفورمانس اللي هي حتتك. ممكن تلاقي نفسك اصلا بتعمل حاجه في الاي تي مع الويب سايت، فاهم؟ لو انت عايز تسيت اب جوجل تاج مانجر النهارده، ولا اي بي اي او كونفرجن اي بي اي، فهتخش فاهم هتتعلمها وتعملها. بالظبط. فاللوكال علمني، الجلوبال اتعلمت منه طبعا حاجات كتير جدا وفاتني كتير جدا هو على ستراكشر الكارير. اكتر، جلوبال كل بالظبط واحد في استراكشر، بس حتته انت يعني. النهارده مالكش كونتريبيوشن قوي في الحته بتاعت الكونتنت، خلاص هو الكونتنت بيجي لك بتتعامل معاه، بس طبعا بيج بادجتس مختلفه، فاهم؟ ما اكيد. قابلتهاش في اللوكال. فهي كل حاجه طبعا بتبقى ليها البرونز والكونز بتاعتها. وبس. حلو قوي. كلمنا بقى عن your ways of working، او التكنولوجي ستاك اللي انت بتستخدمها، وايه الطريقه اللي بتمشي بيها، بحيث برضو ان احنا حاجه من الحاجات المهمه جدا للناس اللي مهتمه بالبرفورمانس ماركتنج والميديا باينج، تلاقيهم دايما مهتمين بالتكنولوجي ستاك او بالطريقه اللي بيستخدم بيها اجمل ناس في الميديا باينج
فبالميديا باينج يعني ايه التكنولوجي ستاك بتاعتهم في ان جنرال، مش لازم الميديا باينج بس. فاهم قصدك. بص، هو مفيش ستاك محدد يعني انت بتشتغل بيه. انت كل يوم بتغير الستاك بتاعك، وعلى حسب في الاخر انت محتاج تعمل ايه النهارده. فالنهارده انا محتاج مثلا اعمل ريبورتس معينه، فليك ستاك او تولز او سوفت ويرز او ايا يكن اي اي تولز بتستخدمها مثلا علشان تعمل بيها ده. الكونتنت ليها التولز بتاعتها، فهو مفيش ستاك محدد. انا ممكن اقول لك اريكومند ليك، اقول لك هو ده الستاك اللي انت هتشتغل بيه، فاهم؟ كل مظبوط. واحد ليه الواي اوف ورك بتاعته، كل واحد ليه طريقه التفكير بتاعته. بس يعني النهارده لو هكلمك مثلا على الكونتريبيوشن بتاع الاي اي في الحته دي، او انا بعمل ايه بالاي اي. انا ممكن اقول لك مثلا انا بخلص بيه almost 50 60% من الشغل بتاعي. ومش عشان هو الاي اي الهايب النهارده اللي الناس بتتكلم فيه وكل حاجه، يعني مش كده. بس النهارده في حتت خلاص انا مش محتاج اخش اعملها تاني بايديا. فمثلا سي ريبورتنج مثلا، انا النهارده مش محتاج ان انا علشان اشتغل على يونيفايد ريبورت مثلا واكسبورت داتا من مالتيبل بلاتفورمز او كده، اخدها واقعد اجمعها واعمل لها كلين واحطها بعدها في بيفت تيبل والكلام ده كله. طب ما أنا خلاص ممكن ادي ده مثلا لتشات جي بي تي يعمل لي الموضوع دوت. مظبوط. لو رحت مثلا سي لمانوس مثلا، انا النهارده ممكن ما اكونش اشطر حد في البرزنتيشن، ما بعرفش ان انا اعمل باوربوينت شكله حلو وفيجوالايز افكاري عبقريه، بس مش عارف احطها في ورق. فبروح لمانوس مثلا بديله الافكار بتاعتي كلها وبيعمل لي برزنتيشن تحفه، فاهم؟ كلود مثلا ممكن اروح له في جزء النهارده كودنج مثلا، النهارده محتاج اعمل سكريبت معين سيكوال علشان استخدمه في حاجه تبع بيج كويري، علشان مثلا مظبوط. محتاج ستريم لاين داتا معينه انا محتاجها، فبروح لكلود. ف ومش لازم اي اي بس، يعني عادي، يعني مثلا في تول اسمها بورتر ماتريكس مثلا بستخدمها علشان اجيب منها تمبلتس بتاعت لوكر ستوديو، مظبوط. فاهم؟ فهو مفيش حاجه محدده او اتكلم اي اي او كده. في الاخر كل حاجه ليها الطريقه بتاعتها وطريقه الشغل بتاعها. مظبوط. بس من الواضح ان انت يعني في حاجتين حسيتهم من الكلام، ان انت بتستخدم تولز مختلفه كل شويه ممكن تغير التول، ودي يمكن حاجه من الحاجات اللي ساعات ممكن يبقى شخص بيدور على تول واحده لكل حاجه، ومن الواضح ان مفيش تول واحده قويه في كل حاجه. فدي نقطه، ان انت بتجرب تولز كتير، وان انت ما عندكش مشكله ان انت ستيل تقعد تجرب تاني، لان كل يوم بينزل تول مظبوط. جديده ممكن تعدي التول القديمه في التاسك. بس انا عايز اسالك سؤال، انت قلت ان الاي اي بيخلص حوالي 50 او 60% من الشغل، ليه مش 70؟ ليه مش 80؟ يعني انت كلمني اكتر، هل ده بسبب الحته ان انت عايز الحته الاستراتيجيك انت اللي هتكون بتستفيد من الاي اي بس انت اللي بتعملها؟ بص هقول لك على حاجه، خلينا نفرق عن الهايب اللي موجوده في الاي اي من وقت ما طلع. يعني من وقت ما تشات جي بي تي اول حاجه ممكن نكون شفناها كلنا وعرفناها في 2022 طلع، وكل واحد بيقول لك ده الاي اي هيعمل لك 100% من شغلك والكلام ده. تمام. الكلام ده مش حقيقي وكله اي كلام. النهارده الاي اي هو بيعرف يعمل لك ايه. يعني انت النهارده بتخش تطلع لينكد ان تلاقي ايه كومنتس اللي هو استخدم تشات جي بي تي بلس كلود unlimited variation of creatives. طب هل الكريتيف انا هستخدمه اصلا؟ يعني هل ينفع اديله فودافون ولا الاتصالات ولا ايا يكن الكلاينت هينزله؟ لا، مستحيل. فاهم؟ فالنهارده خلاص، ما انا محتاج، مش هعرف اعمل ده، فانا محتاج اعمل كريتيف بشكل عادي. هل النهارده هتقول لي الاي اي هيعمل لي التارجتنج اودينس بتاعي؟ ما يعني هيعمل ايه مختلف عن اللي انا هعمله؟ فاهم يعني ما عندوش انترستس مختلفه مثلا هيحطها على السيستم انا مش هحطها. مظبوط. قيس على كده حاجات كتير قوي بقى. فهو في هايب وناس كتير بتحب تقعد، يعني مش قصدي، بس ناس كتير بتتكلم وتقعد تقول الاي اي بيعمل وما بيعملش. هو حتى مش لازم يخلص لك 50%. يعني ممكن 50% دي ممكن اكون بقولها كده، يعني ممكن يجي لي يوم التاسكات اللي فيه يخلص لي 100% فول منها. اوبريشنال. بالظبط. وممكن مره تانيه يخلص 50%، ممكن مره تانيه التاسكات النهارده اللي عندي هي 10% اصلا، فاهم؟ يعني الكونتريبيوشن بتاعه او الحاجه اللي هو بيعرف يعملها مش هتعدي 10% في اليوم. مظبوط. فهي على حسب انت وراك ايه، والاي اي بيعرف يعمل ايه بالظبط، انت بتبدا تستخدمه. فهو مش الحاجه اللي انت لازم تستخدمها كل يوم، يعني فاهم؟ يعني اقول لك استخدمه بخليه يكتب ايميلات مظبوط. فاهم الفكره؟ بس هو بس في حاجات فعلا بيبقى باين فيها قوي، يعني ان هو بيبقى باين قوي ان هو اي اي. اه الايميل، يعني مظبوط. هتلاقي وانت بتكتب ميل دايما حاطط لك الشرطه اللي في الداش النص، الداش اللي موجوده ديت، فاهم؟ في كلمات كده معروفه اللي هو ايه. لو لقيتها موجوده في ميل خلاص هو يعني. وباي ذا واي هو كل الناس النهارده بتكتب ايميل بالتشات جي بي تي او غيره، وهو مش مشكله يعني. ما انا مش محتاج اقعد اضيع مثلا 10 دقايق علشان اقعد اكتب 30 سطر، فاهم؟ ما خلاص عادي هخلي الاي اي مظبوط. يكتبه لي. وانس انا مديلك الفكره، فاهم؟ يعني مش لازم. يعني انا ضد مثلا انت هتديله تاخد الميل ترميه له، فاهم؟ وتخليه هو يقول له، تقول له فاهم اكتب لي رد عليه. خلاص اكتب انت كلامك عادي، وخليه هو بس يعمل لك الريفريزنج بتاعك او الطريقه مظبوط. بقى او الستايل او كده. ف
بالظبط. يعني هو الاي اي طبعا دوره، يعني مش بتكلم ان هو يكتب لك ايميلات ودوره مقتصر على كده، بس يعني فاهم قصدي. فهو الكونتريبيوشن بتاعه على حسب انت بتستخدمه بس ازاي. هو في جزئيات معينة هو هيساعدك، بس مش لازم ان انت تبقى اوفر ريلاي عليه. انت مش هتعتمد عليه اعتماد كلي وبت اوفر ريلاي عليه في كل حاجه. هو على حسب استخدامه، هو مفيد النهارده في الحته دي ولا مش مفيد. هو النهارده مفيد ان هو يكتب لي مثلا لاين اوف سيكوال كود انا محتاج اعمله على بيج كويري، فخلاص انا هستخدمه في الجزء ده. مظبوط. مش كل حاجه هقعد اقول الاي اي بيعملها. يعني اكيد. ورجوع لنقطه الاستراتيجيك ثينكينج، هو الاي اي انا بشوف دوره اكتر اكسكيوشن. هو بيسهل الاكسكيوشن، مش بيسهل المانيوال والدانك ورك اللي انت بتعمله. مش محتاج بالظبط. حاجه الاي اي بيعملها. يعني مثلا خليني ممكن اديك مثال زي بقول لك الريبورتنج. يعني انا النهارده بدل ما اقعد اعمل يونيفايد واقعد اعمل الكلام ده كله، طب ما خلاص ما هروح لك انت تعمله لي، فاهم؟ بالظبط. يعني مش الشطاره انت تروح تكتب الكود. انت ممكن انت بس هيفضل لك في ريبورتنج التيك اويز او التيك التيك اوتس. اويز او القرايه بتاعتك انت، فاهم؟ هو الاي اي مش عارف يقراها لك. يعني مظبوط. الاي اي مش هيجي يقول لك، او هو هيقراها لك بس هيديك جينيريك تيك اوتس قوي، فاهم؟ مظبوط. في الاخر هي شغلانتك انت، لعبتك انت في كل حاجه. قيس ده على كل الشغلانات بقى، يعني مش بتكلم على performance بس. شوف اي شغلانه مثلا فيها داتا او فيها ريبورتس او كده، فهو في الاخر انت اللي بتقرر انا هعمل ايه وهتحرك ازاي. اللي هو الاي اي هو مش فاهم انت بتعمل ايه اصلا. هو شايف شويه ارقام، فهو بيشوف ان هنا السي بي ام اقل وهنا سي بي ام اعلى، فيقول لك ده حلو. هنا سي مظبوط. بي ال اقل وهنا سي بي ال اعلى، هيقول لك ده حلو. مع ان ممكن يكون السي بي اي الاعلى كواليفايد اكتر، فاهم؟ مظبوط. فهو يجي يقول لك وقف ده وشغل ده. فهو في الاخر الكونتريبيوشن بتاع كده هو كده زي بيجادج موجود. على اللي هو شايفه على بس. هو شايف، هو بيقرا ارقام، فهو هيجادج على اساسها. طب اسالك سؤال بالنسبه لل استخدام ال AI في مصر او في ريجن عامه. ممكن نعمل كومباريزن ما بين حاجتين. ممكن مثلا مصر versus مثلا او اختلافها عن السعوديه في استخدام ال AI، او اختلاف المينا ريجن عن يوروب او امريكا. لان انا انت اشتغلت مع شركات جلوبال وشفت حتى الناس بره الفرق في استخدامات الاي اي. مفيش فرق ممكن تشوفه تقول ان هنا الناس دي بتعمل حاجه عبقريه انت ما بتعملهاش. يعني اذا كنت في مصر، يعني لو هتقارن مصر بالسعوديه او هتقارن السعوديه بيوروب او اي ماركت تاني، فاهم؟ او في الاخر كلهم واحد. مفيش اي حاجه بصراحه شفتها مختلفه. ممكن تلاقي كل ماركت بيقول لك يعني مثلا اللي هو كل ماركت بيبيع نفسه بطريقه مختلفه او بشكل مختلف، بس لما تيجي على ارض الواقع فعلا تبص، ما 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 فيش اي حاجه مختلفه. يعني ممكن اكلمك ان الماركت نفسه مختلف. يعني مثلا السعوديه بتهتم جدا 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 بالانفلونسر. يعني هو لو في انفلونسر، الانفلونسر هناك اهم من البيزنس فاهم؟ يعني انت مم. لو في انفلونسر مثلا من الرياض، هيأثر على الناس بتوع الرياض، ما يأثرش على بتوع الشرقية، فاهم؟ لو مم. بصيت على في انفلونسر من المنطقة الشرقية هناك، بتوع الشرقية يحبوه ويشتروا معاه أكتر من بتوع الرياض مثلا. هناك اللعبة أكتر بشوفها كونتنت هناك مختلف، وهو اللي فعلا التريجر الأساسي اللي بيحرك الشركة أو الشغل بشكل عام. لكن لو هتكلمني كتاكتكس مثلا او مصر الناس فيها متأخرة عن السعودية او عن يوروب، او لو السعودية متأخرة عن يوروب، مفيش يعني. يعني كله في نفس كل واحد، انا زمان وانا الحتة. صغير كنت متخيل حاجة مثلا وانا في مصر، كنت مثلا شغال على كلاينت اكس، فبقول والله ده اكيد الناس اللي في دبي دي بتعمل حاجة يعني. بس وبره مفيش حاجة مختلفة. يعني عنده اكسبوز لتولز بس عادي. يعني التول ما بتعملش فرق. يعني هو لو شالوها النهارده بكره الصبح مش هو standardization ممكن يكون حد بالظبط. احسن من حد بسبب مثلا حاجات معينة، ولكن يعني على سبيل المثال التيك اوت من كلامك ان مثلا لو على سبيل المثال في اوفر ريلاينس على الاي اي، فالاوفر ريلاينس على الاي اي ده في العالم كله. اه في ما العالم كله، بقاش. على حسب انت بتشتغل ازاي، او على حسب الشخص نفسه، فاهم؟ يعني انت عادي ممكن تلاقي واحد فاهم من مصر احسن من اللي في السعوديه، او من اللي في يوروب، او في يوروب عادي احسن من اللي في مصر او السعوديه. فهو في الاخر استخدامك انت ليه كشخص ازاي، مش فكره دوله لسه ما ودوله ظهرش تانية. يمكن عالميا ديو تو ان تطور الاي اي بشكل كبير ده لسه ما بقاش فيه statistics تبين الاختلافات قوي، لان لسه الظاهرة جديدة. آه ممكن نقول كده. ممكن نقول كده. وستيل زي ما بقول لك، يعني هي الموضوع ما فيش فيه فرق قوي. يعني خلي بالك اللي انت بتعمله في مصر هو اللي بيعمله بره، هو اللي بيعمله في السعوديه. مظبوط. الموضوع واحد، فاهم؟ الاستخدامات واحدة. الاستخدامات واحده في الاخر. يعني انا هنا مش بقارن مثلا شركات. يعني مش بقارن شات جي بي تي مثلا اللي هو ناس اصلا مخترعه حاجه او عامله حاجه مختلفه او كده. دي حته تانية. لو بنتكلم النهارده على الاندفيدوالز العاديين اللي شغالين في الماركت عادي كلنا واحد. يعني ما شفتش اي فرق بصراحه، غير في الماركت نفسه بقى. الماركت نفسه طريقه شغل نفسها مختلفه مختلفة خالص كتير طبعا. عن كل حته. يعني انا لما رحت السعوديه كنت بطبق افكاري اللي اتعلمتها في مصر جوه السعوديه.
فشلت فشل ذريع، فاهم؟ اكتشفت ان الماركت هناك لا، محتاج طريقه تفكير مختلفه. ولما اشتغلت في كلاينتس في يوروب، يعني مثلا في امريكا مثلا، بتيجي تشتغل انت هناك انت بتشتغل على ستيت، فاهم؟ بتشتغل على كل مكان هناك لوحده، بتفرق اصلا ستيت من كل ستيت. ستيت ليها العادات بتاعتها طبعا. اللي هي الطريقه بتاعتها في الشغل، فاهم؟ مم. فهي الطريقه نفسها كماركت اكتر من انها اي اي او كده. عايز اسالك بقى يا شاهين في توبيك مهم جدا، وصراحه ده واحد من التوبكس اللي مش هقول بيستفزني انا وناس كتير في الصناعه، بس بيخلي الناس مستغربه شويه من نوعيه البوست او نوعيه الناس اللي بتتكلم عن حاجه زي كده. تلاقي دايما كتير من الميديا بايرز او من الماركترز يعني يقول لك انا ممكن اعمل اي تول او اي حاجه بالاي اي، وان الموضوع بقى سيمبل جدا وبسيط جدا، واقدر اعمل بيه حاجات ما حدش عملها. ودي نقطه من النقط اللي لما باجي ابص لها ببقى مستغربها جدا. لو اي حاجه سهله قوي كده بالاي اي كان كل الناس عملتها يعني. فاهم قصدك. بص يعني هقول لك على حاجه، خلينا نتفق ان في الماركتنج دلوقتي فيه ترندز، تمام؟ في اي اندستري، مش في الديجيتال او في البرفورمانس بس. يعني لو رجعت في 2016 هتلاقي كان في ترند اسمه كونتنت سكينج، كل حد بيتكلم بينزل بوست يقول لك المحتوى هو الملك ومش عارف ايه. صح. عدي 2016 17 تلاقي مش فاكر ايه الترند اللي كان بعدها، فاهم؟ بس مثلا تشات جي بي تي اول ما طلع، تشات جي بي تي وهياخد شغلنا وهايب. فهو الفكره كده كده الهايب دي هتفضل موجوده الى اخر العمر، مش هتروح. الفكره ان انت عايز تعمل تول بالاي اي او كده، انا عن نفسي ما بشوفش ان ده وحش، وبشوف ان ده اصلا من مميزات الاي اي النهارده. صح. يعني هديك مثال بسيط دلوقتي، لما انا باجي مثلا عايز اعمل تول مثلا، او عايز اعمل حاجه، مش هتكلم تول يعني، خلينا نتكلم النهارده عايز اعمل حاجه تساعدني ان انا ابلش مثلا بسرعه اكروس مالتيبل بلاتفورمز مثلا الكونتنت بتاعي. زمان ما قدامكش غير حاجه تروح تتعامل مع بافر، مع سبروت سوشيال، مع الكلام ده كله. صح. النهارده بقى عندك الاكسسبيلتي انك تعمل ده بنفسك، فهو حقيقي بتقدر تعمل حاجات بالاي اي. اللي مش حقيقي ان انت هتبني شركه، فاهم؟ يعني صح. الفرق كله هنا، انت ممكن تعمل تول وتشتغل معاك انت بس، فاهم؟ يعني انت تشتغل بيها بس هيبقى حلو جدا. وده اكشن انا بقوله ان هو بيفرق النهارده مين الراجل اللي شاطر ومين الراجل اللي شغال عادي. في واحد مظبوط. بيفكر قال لك لا انا عندي مشكله، ما تيجي ايه احلها واعمل لها حل، وانا بقى عندي السولوشن. فده حلو جدا. بس النهارده يعني انا شفت بوست من يومين، كان حد كاتب مش فاكر مين بالظبط، بس حد كاتب بيقول لك اللي هو اما الناس كلها بتعمل تولز، اما مين اللي هيسبسكرايب او مين اللي صح. هيشتري؟ فهو عارف زي اللي هو كل الناس بقت بلطجيه، مين اللي هيتضرب؟ صح. فهي نفس الفكره. فهي هايب موجوده، والهايب هتفضل طول الوقت. يعني مثلا شات جي بي تي اول ما طلع الموديل الجديد اللي هو 2.0، تلاقي الناس كلها كاتبه على لينكد ان ايه، كلود بلس تشات جي بي تي انليمتد كرييتيفز مش عارف ايه. انت لو جيت بصيت على ارض الواقع هتلاقي الكلام ده ما بينفع، يعني ما صح. بيحصلش، فاهم؟ كل يوم بتلاقي فيه تول جديده بتطلع وحاجه جديده بتطلع في الماركت، والناس بتعملها قشطه. اوكي انا عايز اجيب كومنتس، عايز اجيب شيرز، عايز اعمل بيرسونال براندنج، which is ما بقولش ان ده غلط، ده لطيف. بس لما تيجي تبص على ارض الواقع نفسه، هو ده ما بيتحققش. يعني كان زمانك بعتها وبقيت خلاص، انا فاهم؟ بقى يونيكورن يعني يعني. بقى على لينكد ان وعلى الويب سايتس اس اي او ازداد من 5 سنين، بالظبط، وهو فاهم؟ لسه ما هو عايش. لسه شغال يعني، فاهم؟ مظبوط. ما خلص. الاي اي بيساعدك، فاهم؟ بس ستيل بس انت مش اي حد هيعمل ايكو سيستم او شركه منه بالظبط. يعني. باي ذا واي يعني انت على فكره، انت عشان تبني تول، وخلي بالك دي من المشكله اللي انا وقعت فيها. يعني انا جيت في، انا فاكر في 12 24 جات لي فكره وقلت انا هطبقها بالاي اي. مم. انا عملت ريفاكتور للويب سايت ده 5 مرات فاهم؟ مم. وصرفت عليه كتير وتوكنز ومش عارف ايه وما بنامش. بعدين اكتشفت حاجه، او الاي اي عمل لي حاجه حلوه قوي، اداني ام في بي، اداني بروف للكونسبت اللي انا بفكر فيه ده ينفع يتحقق على ارض الواقع. مم. بس ان هو يبقى سيستم وتعرف تبيعه بقى لشركه او كده، لا مش باي اي خالص، فاهم؟ مظبوط. فانت عايز تعمل تول او برودكت او سوفت وير ايا يكن انت هتسميه ايه، يساعدك في شغلك، حلو قوي. هتفكر بقى تقلبه ساس وتقول انا هروح ابيعه لاكس وواي وهجيب مليون سبسكرايبر؟ يعني فعلا ما كانش حد غلب، يعني الناس اللي بتتكلم كلها. كومبلكسيتي ما هياش زي ما الاند يوزر فاكر. هي الباك اند فيه في حاجات كتير، شغل كتير في جدا. تفاصيل كتير جدا. يعني انت النهارده مثلا اليوزر اللي انا بعمله او التول اللي انا بعملها، هي حلوه قوي تشتغل على يوزر، على اتنين، على 10، السكيل اللي احنا قاعدين فيه. طب تعالى بقى دخل عليها 100 واحد، مش هقول لك 1000 ولا 100,000 ولا 50,000. انت متخيل حجم الانفراستراكشر والداتا بتروح ازاي وبتتسيف مظبوط. ازاي، والهوست اللي انت بتعمله والسيرفرات وكل الكلام ده؟ يعني الموضوع مش هيخلص باي اي. الاي اي هيسهل لك، مم. وبشوف ان ده عبقري بصراحه، بس مش هيخليك تبني مظبوط. حاجه سوليد تقول ان هي خلاص انا هروح بقى ابيعها واجيب سبسكرايب. اتليست النهارده يعني، ممكن كمان شهرين 3 سنه سنتين ممكن يبقى كده ويبقى موجود، بس مم. النهارده لا مفيش يعني. فاهم قصدك. بس طب اتكلمنا اكتر بقى عن your own product، وده اتكلمنا اكتر عن
بتعمل فيه ايه، عبارة عن ايه، الميديا بايرز ممكن يستفيدوا من حاجة زي كده ازاي؟ خليني اشرح لك اصلا احنا بنعمل ايه في الوقت الحالي، ايه هو البرودكت، احنا ليه اصلا عملناه. البرودكت هو واتز اد. انت واتز اد موضوع بسيط جدا. هي بورتال واحد تعرف تلانش منه الكامبينز بتاعتك اكروس مالتيبل بورتالز. فانت النهارده مش محتاج تجامب بتوين التابس، مثلا تروح لميتا، تروح لسناب شات، لتيك توك، الكلام ده كله. هو بورتال واحد يونيفايد بتخش عليه تبابلش كل الكامبينز بتاعتك، كل حاجه اكروس البورتالز كلها. او ما بقولش ان احنا عاملين حاجه مختلفه عن اي حد، مش موجوده كتير يعني. في تولز اوريدي اكزيست وموجوده، مش هقول لك انها مش معروفه قوي، بس محدش كتير بيستخدمها. بس اللي انا اقدر اقول ان احنا عملناه آه، ان هو سهل جدا في التعامل بتاعه. وده ليه احنا جايين من البرفورمانس كيتش، ان احنا جايين من الباك جراوند بتاعتنا كلها برفورمانس. انا النهارده فاهم يا شريف اللي شغال برفورمانس ده بيعمل ايه، وايه اللي بيعطل فيه النهارده، مظبوط. والكلاينت بيطلب منك ايه بالظبط. فلما جينا بنينا السوفت وير مثلا كيو اي ويو اكس، بدانا نحاول نسهل البروسيس جدا. فالستيب اللي بتاخد منك على الحقيقه 10 دقايق، على السيستم هنا بتاخد منك 5 ثواني مثلا. قيس كده على كل حاجه. فاهم الفكره؟ فالنهارده هو البورتال بتاعنا الموضوع سامبل جدا ايزي. انت مكان واحد بتبلش منه اكروس، بتبلش منه الكامبيز بتاعتك اكروس كل البورتالز، بدل ما انت محتاج تروح لهنا 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 بطريقه اسهل بكتير جدا. يعني مثلا لو قلت لك كلمتك على ميتا ادز مانجر مثلا، وانا وانت كنا حتى بنجرب ده من فتره، وكنا فاتحين اد اكونت كده بنبص عليه. مم. ميتا تقيل جدا جدا يعني. جدا. انت هتخش عليه عشان تطلع كامبين واحده هتتعب. كامبين دي لو فيها 20 اد سيت، انت انت مش تخلص. هتفضل تعمل ريفرش وكلام كتير. مظبوط. النهارده تعمل نفس البروسيس بالظبط، بس بطريقه اسهل بكتير. ما عندكش اللاج، ما عندكش الليميتيشنز. يعني انت ميتا مثلا لو جيت قلت له انا النهارده عايز اديت مثلا 30 اد سيت مع بعض وغير بليسمنت، هتلاقيه اصلا بيقول لك ما ينفعش، خش اختاره واحد مظبوط. واحد عندنا على السيستم. طب تقدر تعمل ده. بس السيستم هو مش عباره بيلانش كامبينز بس، هو انت بتedit منه كامبينز. تقدر تعمل حاجه اسمها كروس ترانسفير. يعني انا النهارده، يعني خليني اقول لك على حاجه، احنا اصلا ليه بنينا واتزاب. انا لما كنت مع شغال في بي اتش دي السعوديه، انا كنت بصنف نفسي ان انا يعني، ده كان تخيلي وقتها يعني، ان انا كنت اسرع واحد من اسرع الناس اللي ممكن تتعامل معاه في الشغل في الاكسكيوشن. مفيش حد زيي. لما رحت اشتغل هناك، كان وقتها التيم اللي شغال معانا كان تيم كله من لبنان. مم. التيم ده كان عنده مشكله ان هو اصلا مش عارف ولا عنده اكسس للنت ولا عارف يشتغل ولا اي حاجه. وهو بيطلع في اليوم مثلا 30 40 كامبين يعني، مم. والرقم ده موجود حقيقي. والناس بتشتغل مثلا في اليوم 14 15 ساعة. فأنا كان بالنسبة لي أنا نفسي أريحهم، ونفسي إن هم يرتاحوا شوية من الأجواء اللي بتحصل حواليهم والكلام ده كله. في نفس الوقت البيزنس بيبوش من حتة، لا أنت لا، ده لازم يطلع دلوقتي ولازم يشتغل مظبوط. ومش عارف إيه. انت لازم تطلع بالك اوف ادز. ف بالذات، ودي ده تشالنج في كل ايجنسيز. انت عايز مثلا على سبيل المثال عندك كام، 4 5 6 كلاينتس كل واحد ماسكهم. لو اي كوميرس بقى، وانت عايز تعمل ريماركتنج، عايز تعمل بروسبكتنج، عايز تعمل ادفانتج، عايز تعمل ايا كان، فانت بالظبط. عدد مهول من عدد الادز. مهول إن أنت تشتغل عليه أصلا، ومع أوضاع صعبة أو ظروف، لا يعني كان الموضوع صعب. أنا ساعتها كان مظبوط. عندي مشكلة هنا وما كنتش عارف حلها إزاي، وخلاص الحمد لله الدنيا عدت وخلصنا. بعدين لما سبت بي اتش دي ورحت لوكال انتيتي موجوده هناك في السعوديه، كان معايا حد اكزيكتيف شغال، وبعدين قدم استقالته وجاله اوفر وربنا كرمه يعني في مكان تاني. فلقيت نفسي ان انا محتاج اطلع الكامبينز بنفسي. الكامبينز. وانا كان بقالي فتره كبيره قوي ما بطلعش كامبينز. خلاص يعني انت عارف، انت بتوصل بقى ليفل معين، انت خلاص بتدي استراتيجيك فيجن اكتر او دايركشن اكتر، وبتخلي الناس هي اللي ايه تشتغل مظبوط. وتفول اب معايا وكده. لقيت نفسي باجي اطلع كامبينز وبطلع في اليوم. يعني اعتقد دي اكتر شركه في الحياه انا شفتها بتطلع بتجنريت اصلا فيجوالز. يعني الشركه دي انت ممكن تجنريت ليك في الاسبوع مثلا 100 150 فيجوال عادي جدا، وانت محتاج تطلعها. مم. فلقيت نفسي لا، الاكسكيوشن مستحيل. كان مميت. مستحيل طبعا. ففاكر ان انا كلمت مديري، كنت قاعد معاه وبهزر بقول انا هعمل سوفت وير وبتاع، والاي اي دلوقتي بيعملوا كده، وهعمل لك حاجه تعملها. فهو قال لي يعني هي الزنقه دي اللي بالظبط. بتعمل الابداع. فهو قال لي صباح الفل يعني، فوقك مش هتعرف تعمله. فانا نهزر وبتاع، فرحت وجيت كده، جيت بعدها باسبوع 10 ايام قلت له انا عملت هو اول فيرجن منه. انا كنت منبهر وقتها ان انا قدرت اعمل ده. وهو اصلا يعني واتز ات جه من هنا، جه من ناحيه اللي هو انا فعلا نفسي اسهل الاكسكيوشن على الناس. نفسي اشيل الشغل اللي انت مظبوط. بتقعد تشتغل عليه طول اليوم، انا نفسي اشيله من عليك. مظبوط. مش عشان اديك شغل زياده. يعني انا دايما لما باجي افكر فيها بقول حاجه،
بس النهارده انت لو كل يوم هتطلع 30 كامبين هتبص على الكامبينز اللي طلعت قبل كده ازاي؟ ما هي دي النقطه. مستحيل. فانا كان بالنسبه لي بفكر في ايه، بقول انا النهارده لو جيت انت عندك اليوم 8 ساعات شغل، شلت من عليك فيهم 3 4 ساعات، حلو. شلت ساعتين، مش عايز يعمل الاربع ساعات يعني باي ذا واي واتزاب يقدر يشيل لك الكم ده فعلا. بس خلينا نقول مثلا انا شلت ساعتين بس في اليوم، اتليست انا سبت لك مساحه تانية تبص على الكامبين، سبت لك مظبوط. مساحه اوبتمايز، سبت لك مساحه للاستراتيجيك ثينكينج، ان انت النهارده ممكن تعمل تفكر طب انا ازاي اطور الكلاينت، ازاي انا ممكن اعمل ابسيل واخليه بدل ما بيصرف مليون في الشهر يبقى بيصرف لي 2 3 وبيتر 4 مليون. بيرفورمانس بقى، ما انت الوقت اللي هيروح ده انت مش هتروح ب... فيه، انت بالظبط بستخدمه في هتستخدمه حاجه في حاجه تانية. تانية. فهي دي الفكره. حتى لو انت ما عندكش لود شغل وفي اليوم بتشتغل 5 ساعات مثلا، انا خليتهم لك ساعه ساعتين، الباقي اقعد ذاكر طور نفسك، ما تذاكرش اخرج اشرب قهوه. فاهم يعني؟ بالظبط. يعني اتليست انت حتى هتحس اللي هو انا عندي وقت فاضي، انا مش هفكر امشي من الشركه علشان انا مضغوط طول الوقت واروح اشوف اوفر تاني. فاهم؟ انت بقيت مظبوط. قاعد بتاخد السالري اللي انت بتحبه، مبسوط في الشركه وكل حاجه ومريح. فاهم الفكره؟ فهو بالظبط. واتزاد اصلا اتعمل من رحم المعاناه زي ما بيقولوا كده. انا يعني جربت ولقيت الموضوع فعلا كان مهلك. فذاتس واي اصلا وي بيلت واتزاد. فواتزاب حتى مش زي ما بقول لك مش بيلانش كامبينز بس او كده، هو بيخليك تأديت، بيخليك تعمل كروس ترانسفير. يعني انا كنت بفكر في حاجه واحنا بنبيلد واتزاب، طب انا ليه اروح اطلع كامبين على ميتا ومحتاج اطلع نفس الكامبين بسيم اسيتس بسيم اد كوبي بنفس كل حاجه، اروح اعملها تاني فروم سكراتش على سناب شات، وسناب شات ولسه في تيك توك ولسه ولسه في في تيك توك ولسه في عندك بالظبط. مثلا لينكد ان او تويتر او كده. هو يعني احنا دلوقتي بنعمل كروس ترانسفير ميتا سناب شات تيك توك بس انت النهارده واتزاب بتعمل ايه؟ بتخش تطلع كامبين على ميتا في نفس الوقت تقدر تعملها ترانسفير تروح على سناب شات. الموضوع سهل جدا. عندنا مثلا فهي اد كرييشن تول او بالك اد كرييشن تول وبالك اوبتمايزيشن. انا بشوف ان هي اد اوبس تول، لان مسميها ان هي اد اوبس تول، هي بتسهل عليك كل حاجه في حياتك تخص الاد اوبس. يعني ايفن حتى الاد بريفيو، انا اول ما بنيت عمري في حياتي ما كان بيجي في بالي الاد بريفيو مثلا. فاهم؟ مظبوط. سبيشالي انا كنت شغال ساعتها في لوكال انتيتي، فمش محتاج ابعت للكلاينت الشركه بتاعتي، انت انا الكلاينت، فانا مش محتاج. بس مثلا جيت فكرت طب ما انت النهارده في حد بيبعت، لو انت بتطلع كامبين كبيره فيها مثلا 30 40 اسيت، عشان اخد سكرين شوت هتقعد فيها اتليست نص ساعه ساعه. بالظبط. فاهم؟ فالنهارده عندك الاد بريفيو تول بتاعها مثلا في كليكايه واحده بيطلع لك تمبلت محترمه جدا لطيفه بكل البليسمنتس. يعني انت حتى في العادي انت بتاخد ايه؟ سكرين شوت من البليسمنت واحد وتبعته، طب ده في الاي كوميرس يبقى فيري هاندي، لان انت في الاي كوميرس عايز بقى تشوف كله. اخطاء الميرشندايزنج واخطاء البرايسنج واخطاء الكتالوج اللي بيطلع غلط في النص، فاهم؟ وانت مش واخد بالك منه اللي هو بتلاقيه بيشتغل مع الادفانتج بلس. فحتى احنا مظبوط. بنستخدمه النهارده كاوديت. النهارده مثلا طلعت الحاجه وعايز ابعتها للكلاينت او للبلانر اللي شغال معايا، اقول له راجع الكابشنز ورايا وكل حاجه مابنج صح وكله خلاص. بتاخد مني قد ايه على السيستم؟ دقيقه دقيقتين، السيت اب كله والاكسبورت وكل حاجه. فالنهارده في نص ساعه ساعه هي اتشالت من عليك. مظبوط. آه البالك اديتس من جوه سهله جدا جدا. آه فهي انا لما جينا بنيناها زي ما بقول لك احنا جايين من المطبخ، جايين من الشغلانه نفسها، فانا فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط وايه اللي الناس اللي شغاله فيه بتستراجل، وبدانا نطلع له حلول. طب ده بالظبط. بيستراجل هنا، طب هنحلها بالطريقه دي، ده بيستراجل هنا. فاهم الفكره؟ فعشان كده انا بشوف واتزاب هو حاجه ممكن انها عبقريه، ان هي فعلا بتسهل الموضوع. بالعكس في تولز تانية موجوده في الماركت وماتيور اكتر مننا بكتير طبعا، يعني الناس بقى لها بس ده 20 سنه. برودكت مصري. باي ذا يعني مثلا واتزاب ما فيش من جوه اي ايجنت عملاق احنا بانيينه. يعني انا حتى مش عايز ادخل الاي اي جوه بالشكل الكبير، لان انا ما ببيعش نفسي ان انا اي اي والكلام ده كله، اكتر ما انا ببيع نفسي ان انا برودكت بيحل مشكله. هي انا تول انجن، انا بتجد انجن. بالظبط، بتجد ذا جوب دان في الكرييشن، بتجد ذا جوب دان في الاوبتمايزيشن. ممكن يكون انت مش حاطط فيها السوبر اي اي يمكن ميثودولوجيز او حاجات، ولكن هي it gets the job done. واعتقد يمكن كتير من الماركتنج تكنولوجي بلاتفورمز اللي شفناها في العالم كله بتنجح، هي اللي بتجد the job done، ما فيهاش جيمكس زي ما بيقولوا يعني. بالظبط. يعني انا لما بديت في الاول قلت انا هعمل فاين تيوننج للداتا وقعدت يعني افكار بقى كتير كتير كتير. بعدين فكرت لا، يعني انا مش محتاج كل دوت. فاهم؟ انا محتاج الحاجه تخلص. طب هتخلص ازاي؟ بسرعه وسهله. عشان كده انا بقول حتى على نفسي احنا عاملين انجن سهل وبسيط وسريع، مش عامل حاجه كومبلكس جدا ولا اي حاجه. وباي ذا هو نفس السيستم، يعني نفس الادز مانجر. يعني حد يجي ممكن يجي يقول لي ما انت عامل الادز مانجر، هو ده حقيقي. يعني انا ما اخترعتش العجله فاهم؟ انا عامل لك الادز مانجر بطريقه اسهل بكتير جدا وابسط بكتير جدا واسرع بكتير جدا. فانا نفس انت بتعمله على ادز مانجر هتعمله هنا، عشان حتى مظبوط. ما خلاكش انت
بتستراجل وتحس ان في حاجه مختلفه. هو نفس الاوبشنز اللي انت بتشوفها على ميتا، سناب شات، تيك توك، اي بورتال، هو موجود جوه مم. بنفس الطريقه. بس الفرق كله في الواي اوف اكسكيوشن اللي انت بتستخدمها. الاي اي احنا بنستخدمه في الام سي بي مثلا. يعني مم. خليني اكلمك عايزك برضو تشرح لنا اكتر عن بالظبط. يعني دي كلمه من الباز ووردز اللي في الماركتنج بقالها مش عارف يمكن شهرين 3 بالظبط. ومغرقه الدنيا، وكل الناس تقول ام سي بي ام سي بي. طب ايه هو الام سي بي وايه ميزته وبيساعدنا في ايه؟ طيب، زي ما كنا بنتكلم، هي في هايب وفي كل حاجه. ففي منها الحلو وفي منها اللي هو في الاخر كلام على الفاضي. الام سي بي بشكل بسيط جدا، مش هقعد اخش فيه تكنيكال قوي والكلام ده كله. بس خليني اكلمك على الام سي بي. هو فكرته ايه؟ انا النهارده بروح لتشات جي بي تي، بديله ريبورت في العادي، بقول له ايه، طلع لي اعمل لي مثلا كليننج الداتا ويونيفايد والكلام ده كله. فتشات جي بي تي بيخش يعملها لك ويخلصها لك. الام سي بي مختلف شويه. الام سي بي هو كونكتد اصلا بالسيستم اوريدي، فاهم؟ انت تقدر تكونكته باي سيستم انت شغال عليه او اي حاجه. هو هيخش من نفسه، هتكلمه تقول له مثلا اكسبورت لي الريبورت. انت اصلا النهارده مش محتاج تخش انت بنفسك تكسبورت الرو داتا، هو هيخش على السيستم اوتوماتيكلي، هي اكسبورت الريبورتس كلها. وهنا بيبقى اذكى بقى. اذكى ليه؟ هو بيشوف الكونتكست اللي احنا كنا بنتكلم عليه في اول البودكاست النهارده، من ناحيه اللي هو انت لما بتيجي تدي لشات جي بي تي مثلا ريبورت وتقول له طلع لي التيك اوتس، هو مش فاهم حاجه، هو بيقول لك ده سي بي ام اعلى، ده هو فريكونسي بيجادج بتاعه على وخلاص. الداتا الجيفن without وخلاص. الداتا اللي قبلها او اللي بعدها. بالظبط. الام سي بي مختلف. الام سي بي انت النهارده هو بيبقى كونكتد على السيستم اوريدي، فاهم؟ فهو بيخش بيبدا يفهم اصلا انت بتعمل ايه، الكامبينز بتاعتك شغاله ازاي، ايه التايب اوف كامبينز، البادجتس، الكرييتيفز، كل حاجه. فهو النهارده اكتر منه بياخد اكشن عن ان هو عباره عن حاجه بتديله داتا كده او جيفنجز، وهو بيطلع لك خلاص اوتبوت وبتشتغل عليه. فالام سي بي بشكل مختصر جدا اعتبره هو الايد اللي بتشتغل النهارده مكانك جوه ال LLM، اللي هو مثلا شات جي بي تي او كلود او مانوس، هاويفر بقى التول اللي انت بتشتغل عليها. فهو ده الموضوع بالظبط. احنا مثلا لما دخلنا الاي اي في الام سي بي، ما دخلناش لان هو فعلا بيفيد. يعني وهقول لك هو اصلا حتى جت الموضوع منين. كنا قاعدين مع حد فبنتكلم معاه، في كل شويه يجي له ميل اللي هو بليز لانش ذيس كامبين، بليز بوز، مش عارف، بليز اديت. فاهم انت الميلز اللي مظبوط. بتيجي 24 ساعه دي؟ احنا لما جينا فكرنا كنا هنبني ايه، اي ايجنت. كان كل فكرته ان هو كده كده واخد اكسس على السيستم عادي بتاعك وكل حاجه. فتقول له مثلا وقف الكامبين دي فيوقفها، شغل دي فيشغلها، بالظبط. الكلام ده كله يساعدك في الاكسكيوشن. الام سي بي ظهر وقتها بيعمل نفس اللي احنا عايزينه بالظبط. فقلنا انا مش محتاج اروح ابيلد اي ايجنت من الاول واعمل فيه كل اللايرز اللي انا محتاجها عشان اعمل ده. فربطنا الام سي بي بواتز اد. وباي ذا واي يعني خليني امنشن حاجه. الام سي بي فيه مشكله كبيره النهارده، في ام سي بيز كتير قوي 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 في الماركت يعني. مظبوط. ولو دخلت على جيت هاب كتبت مثلا ميتا ادز ام سي بي، هتلاقي في 60,000 واحد. بالظبط. المشكله ان هي يعني كلها اسهل طريقه بقى الاد اكونت بتاعك يترجك او يحصل، بالظبط. خش هات اي واحد منهم، طلع اعلان، هوبا تاني يوم يعني اكونت يا فيه. اما هيترجك، يا اما هو اصلا الكود انت مش فاهمه، فانت عامل يعني الاوثنتيكيشن بتاعك بتاع ميتا مع الام سي بي ده هو مجهول الهويه، انت مش عارف مين اللي عامل دوت ولا جاي مظبوط. منين ولا اي حاجه. فهو حاجه غريبه، فاهم؟ فانا حتى مش بريكومند ان انت تخش على اي ام سي بي تول كده موجوده على جيت هاب ولا على اي مكان وتستخدمها. يعني لو هتستخدم اي ام سي بي في الدنيا، روح لمكان تراستد ماشي بالطريقه العاديه، ان هو عنده كونكشن مع ميتا عن طريق الاي بي ايز، الطريقه الفورمال الطبيعيه جدا، علشان ما يحصلكش اي مشاكل بعد كده. فالنهارده عملنا الام سي بي. الام سي بي انتجريتد مع واتساب، هو بيستخدم واتساب في الاخر بكل التولز اللي احنا عاملينها. فانت النهارده بتخش تكلمه، تقول له مثلا شغل لي الكامبين دي. جالك ميل وانت قاعد شغل الكامبين دي، بتاخد الميل زي ما هو كوبي بيست، خش حطه في الشات. هو هيخش هيفتش الاد اكونتس بتاعتك. انت بس مديله شويه، يعني محتاج تديله شويه كونتكست، اللي هو مثلا ايه اسم الاد اكونت. لو مظبوط. في كامبين اكزيستنج قول له اسم الكامبين، فاهم؟ تديله الحاجات العاديه اللي يعني انت بس بتعملها. البرومبت ستراكشر بتاعك يبقى بالظبط، مظبوط. انت محتاج تديله الحاجات العاديه اللي انت بتعملها، وهو مظبوط. هيبدا يشتغل معاك. النهارده الام سي بي بتاعنا، انا ما اقدرش اقول لك ان هو احسن حاجه، بس ممكن اقول لك ان هو النهارده ان هو من افضل الحاجات اللي انا جربتها، مش عشان احنا اللي عاملينه يعني مم. كلام يعني. انا قاصد جدا على نفسي. يعني انا بقول لك، يعني انا واتس لما بنيته قلت لك بنيته باي اي، مظبوط. وكنت متخيل اعمل حاجه عبقريه. الكلام ده بداته في 12 24 لو انا فاكر صح، 12 24 تقريبا. وكنت فاكر اعمل حاجه عبقريه، لكن اكتشفنا لا، يعني ما ينفعش الطريقه ومحتاجين نغير مش وكده. مش لازم دايما، يعني بحس دايما ان في الماركتنج او في غيره يعني
مش لازم دايما تبقى invent the wheel، ممكن تبقى انت عامل حاجه بسيطه جدا وصغيره جدا. يعني بشوف حتى كتير من ماركتنج تكنولوجيز الناجحه جدا، هو بيدور على سيجمنت معين او حاجه معينه هو بيعملها، هو كويس فيها جدا جدا م- جدا، هو احسن حد فيها وعامل فيها كويس. مش لازم دايما يكون الاوفرنج فيه بص يعني انا 600 حاجه. هقول لك، يعني انا في مدير ليا كان بيجي يطلب مني حاجه كتير، وانا دايما من الناس اللي كانت فعلا بتروح تري انفنت زويل دايما. يعني م. انا طول حياتي عايش على الموضوع ده. بس لما كبرت انا اتعلمتها من هو كان دايما يقعد يقول لي كده: شاهين، ما تخترعش العجله، efficiency. شوف اللي قبلك عامل ايه روح اعملها زي ما هو، ما تحورش. اه. فانا اخدت الكونسيبت ده وبقيت ماشي بيه. يعني انا النهارده بيجي لي كلاينت فريلانسنج مثلا، بيجي يقول لي، او كلاينت قاعد شغال معايا اي حاجه يكن يعني، م. بيجي يقول لي مثلا احنا قول لنا الكرييتيفز هنعمل فيه ايه، بقول له روح شوف الكومبيتيتور الناجح اللي عندك، شوف اعمل ايه واعمل زيه. ابسط حاجه آه تخش على الاد ترانسبيرنسي مثلا، شوف الناس عامله ايه. فاهم الفكره. فبس خلينا نرجع تاني للام سي بي. الام سي بي بتاعنا في واتز اد هو مميز في ايه؟ ان في كل التولز اللي انت محتاجها تشتغل عليها. اه. يعني النهارده عايز تطلع كامبينز هيعملها لك، عاوز تعمل اوديت على الكامبينز بتاعتك كلها بكل الماتريكس موجوده. عاوز يعمل كروس ترانسفير، يعني انت ممكن تقول له عادي اعمل لي كروس ترانسفير هينقله لك. ممكن يعني اي حاجه انت بتعملها النهارده، يعني عايز تابلود الاسيتس، يعني انت تقدر تروح تدي له لينك درايف، او تابلود لي الاسيتس بتاعتك باي طريقه. احنا عندنا كذا طريقه بايظه، هي تابلود الاسيتس اكروس البورتالز وكلها، مش محتاج تروح من هنا لهنا. اديها له هيعمل لك ليها ابلود. حلو أوي. عايزه النيميك كونفنشن، يعني وانا وانت اكيد عشنا في النيميك كونفنشن ومشاكله، مظبوط. واقعد اديت فيه سنين، فاهم؟ هو هيخش يديت ليك النيميك كونفنشن. فالنهارده اي حاجه انت بتعملها كل يوم مش محتاج تروح تعملها بايديك. النهارده خلاص انت بتتكلم مع كلود، مع تشات جي بي تي، ايا يكن التول اللي انت بتستخدمها، وهي هتبدا تنفذ ليك كل ده. بلس ان كل التولز اللي انا شفتها في الام سي بي في الماركت هي بتبقى عباره عن تول او اتنين. يعني دايما هتلاقي فيه جوجل، ده اساسي في اكيد. اي ال ال ام. وتاني حاجه بتيجي ميتا. احنا النهارده عندنا ميتا، سناب شات، تيك توك، ريدت، وكمان دخلنا ادجاست الفتره اللي فاتت. فانت حتى لما بتيجي تعمل ريبورت لو انت بتشتغل على موبايل ابلكيشن او حاجه، انت بقى عندك الكروس بلاتفورم ريبورتنج اللي انت محتاجه. مظبوط. فكرة انت مش محتاج بقى ايه تروح تبص هنا لوحده او هنا لوحده، هو بقى مكان واحد. وهيخلص لك كتير من الشغل. يعني انت عشان تطلع ريبورت اصلا عادي وفي كمان ادجاست ك- بكل الداتا بتاعت الموبايل اب جروث او كده، دي يعني بتضرب كميه وقت كبير كمية وقت جدا كبيرة جدا. جدا. فانت النهارده خلاص ياخد منك برومبت باي ذا واي، او ممكن الام سي بي يقعد يطلع لك الداتا دي في نص ساعه، عمال يعمل لك الفيجواليزيشن، او يقعد لك فيها ساعه الا تلت. انا بقول اي كلام مثلا، بس لو قعد فيها كده، انا بالنسبه لي اتليست انت عندك في نص ساعه انت سايب فيها اللابتوب او بتعمل تاسك تانية، بتعمل حاجه تانية، فاهم؟ فهو الموضوع بقى سهل عليك. مثلا من الحاجات اللي بقول لك ليه واتز اد لطيفه، زي ما كنت بقول لك ان احنا جايين اصلا من الكيتشن. يعني احنا مثلا، انا مثلا عامل حاجه النهارده، انت ممكن تقول له خش تشيك ليا الاد هيستوري، اللي تشينجز كلها اللي احنا اخدناها قبل كده، وهات لي مثلا بريك داون داي باي داي، وقول لي مثلا لما انا بزود بادجت 5000 او مثلا بزود بادجت باكس برسنتج، امتى البرفورمانس بيتحسن وامتى البرفورمانس بيبوظ. انا عايز اعرف الثريش هولد بتاعي الباترنز ايه هي؟ بالظبط. فالنهارده انت عندك كل التولز اللي انت تستخدمها. طريقتك بقى تطلع الداتا ازاي منه دي لعبتك انت، مش لعبتي انا. هنا عشان كده بيرجع دورك انت كبرفورمانس. فلما بيقول لك الاي اي هيمشيني، هو مش هيمشيك، فاهم؟ بالظبط. هو الاي اي حاجه هتساعدك. بالظبط. فانت هتقول له بص لي على البريك داون مثلا بليسمنت وايدج ومش عارف ايه، وبص لي على اللي تشينج هيستوري، بتدي له كل حاجه انت عاوز تبص عليها كراجل برفورمانس. هتعمل ده بنفسك مانيوال. انا مظبوط. اديتك الطريقه اللي تعملها بيها ايه بطريقه اسهل وابسط واوتوميتد، بالظبط. فاهم كأنه يور بارتنر اللي بالظبط. بيساعدك او الاكسكيوتور بتاعك، ولكن انت الشخص اللي عنده المايند سيت، انت الشخص اللي عندك الخطه نفسها انت عايز تعمل ايه، وانت اللي متابع كل الداتا دي وكل الحاجات دي في الاخر بتوصل لايه والفيجن بتاعتك. بالظبط. فانت في الاخر هي فكرك انت في حد بينفذه لك. انا فاكر كنت عامل مع حد من فتره بيقول لي طب ما انا كده هشتغل ليه؟ ما هو يعمل كل حاجه. فهو هو او هيعمل هو اكسكيوشن. هيعمل اكسكيوشن. هو يعني انت لو قلت له خش اعمل لي اوديت هيعمل لك الاوديت فعلا. بالظبط. بس هل ده الاوديت اللي انت عايزه، ولا انت لازم انت اللي تجايد؟ ما انت انت بقى كده. اللي عارف النكست ستابس. يعني هو لو قال لك مثلا على سبيل المثال والله الكامبينز اللي معموله مثلا كونفرجن، والله اللي معموله ايج رينج مش عارف 30 ل 40، احسن مثلا. والانترست بالظبط، والانترست انجيج شوبرز مثلا دي احسن حاجه، خلاص تمام كيب بالظبط. ات. يعني انت ممكن تساله، يعني انت عادي ممكن تقول له قول لي الانترست اللي احنا بنستخدمها في كل اد سيت، وقول لي مثلا اني انترست لما انا بستخدمها بتجيب كونفرجن مثلا احسن، او الموجوده كومن بين كله لقيت ان دي الكومن اللي دايما موجوده بتجيب برفورمانس احسن. مظبوط. فالفكره كلها الام سي بي بتاع واتز اد هو فيه كل حاجه تقريبا انت محتاجها علشان
تسهل الاكسكيوشن بتاعك وما ياخدش منك الوقت والهاسل اللي كان موجود قبل كده. ايه تاني موجود جوه واتس اد؟ يعني التولز كتير من جوه، زي ما كلمتك مثلا الاد بريفيو عندنا. يعني انت عندك 3 طرق تابلود بيها الكامبينز او تبلد بيها الكامبينز بتاعتك. عندك الورك فلو العادي، عندك الام سي بي، وعندك في سيستم عاملينه اسمه ميديا بلان ابلود. انت النهارده لو جالك ميديا بلان من الكلاينت، كل اللي هتعمله ببساطه ان انت هتاخد الميديا بلان دي وتعمل لها ابلود على السيستم، وهو هيخلصها ليك، فاهم؟ هيببلش على الادز مانجر. حلو أوي. فعندك 3 طرق للريبورتنج. بس يعني it's a revolution ان شاء الله product. ان شاء يعني الله. واحنا مبسوطين برضو ان في يعني ماركتنج تكنولوجي مصري بيعمل ده، لان انا شايف ان يمكن احنا في مصر يعني يمكن الميديا باينج او الاودينس او الناس المعروفين جدا في الميديا باينج والبرفورمانس في مصر، ان احنا في الكونتريز المختلفه معروفين ان احنا شاطرين جدا في الميديا باينج والبرفورمانس. واعتقد ان في فرصه كبيره جدا للسوق المصري او الشركات المصريه انها تعمل ماركتنج تكنولوجي يكسر الدنيا. يعني شايف ان احنا عندنا كل الكابابيلتيز دي وامنين ان شاء الله ان احنا نشوف يعني وقد تعمل اكتر وحاجات ان شاء اكتر، الله. يبقى في adjustments ويبقى في advancements اكتر في التول. وامنين برضو ان احنا نبدا نشوف شركات اكتر مصريه تبدا تعمل ده، لان زي ما احنا قلنا البرفورمانس ماركترز او الكومبانيز في مصر شاطرين جدا. شايف ان الحته دي فيها بوتنشال كبير. يعني خليني اضيف حته اخيره على النقطه دي. فعندك كنا بنفكر فيه قبل كده، انت النهارده ما عندكش طول بتستخدمها غير مبنيه من بره، صح. وستيل البادج بتاعتها بتبقى عاليه جدا على الناس. يعني مثلا لو جيت بصيت على اي تول من اللي موجودين بره، مش عايز اقول اسامي كتير، بس لا، البادج بتاعتها بتبقى رهيبه، فاهم؟ يعني انت عشان تتعامل معاها محتاج انتيتي كبيره مثلا بحجم دبليو بي بي او اومنيكوم او النيزه عشان تعرف اصلا تسبسكرايب فيه. مظبوط. فالنهارده حتى واتس لما كنا بنفكر فيه، بنفكر اللي هو حاجه في الاخر هي معموله هنا مننا، فهي هتبقى في الاخر السعر بتاعها affordable للناس، مش هيبقى فيها المشاكل اللي انت بتشوفها بره. حتى كلانجوج بارير مثلا، انت ممكن يبقى عندك مشكله مش عارف تكلم السبورت، فاهم؟ فانت النهارده خلاص التيم كله مصري، فيقدر بالظبط. يرد عليك في اي ودي وقت على فكره والكلام ده كله. مشكله كبيره في كتير من الماركتنج تكنولوجي كومبانيز اللي يعني بنتكلم معاهم دايما بيبقى عندهم مشكله كبيره جدا ان الكومبانيز اللي ما عندهاش السبورت العربي. حقيقي فعلا في الريجن هو بيعاني، لان هو بيتكلم مع كتير من الشركات وبيتكلم مع كتير من الناس، ما عندوش السبورت اللي في البلد نفسها. ولو حتى لو في ناس موجودين في الريجن في السعوديه او في الامارات مش بيقدروا يفهموا الحاجات اللي بيمر بيها الشركات هنا او البيزنس اونرز. بيبقى في دايما تشالنج ان هم مش فاهمين بعض، ما هماش عارفين ايه التحديات اللي بتواجه البيزنس اونرز هنا، الشركات مشاكلها ايه. والماركتنج تكنولوجي حاجه من الحاجات اللي معروف جدا ان هي جزء كبير من نجاحها السبورت. لو انت مش عارف تدي السبورت وتتكلم مع الكاستمرز بتوعك للاسف بتفشل. شفنا شركات كتير عامله ايكو سيستمز جباره، ولكن بسبب عدم وجود السبورت ده للاسف يعني ما كملوش بالشكل اللي المفروض يكملوا بيه يعني. ده حقيقي. فعشان كده بقول لك يعني واتس اد والبرودكت زي ما انت عارف يعني شريف، هو في تطوير كل يوم على التاني. احنا بنتكلم مثلا ممكن مره كل اسبوع او حاجه بتلاقيني بقول لك احنا ظبطنا كذا او عملنا كذا او الكلام ده كله. فبس واملين يعني ان شاء الله ان الموضوع يبقى يتطور احسن واحسن ويكبر بقى معانا وبس. يا ريت يعني ان شاء الله نشوف فعلا نجاح لواتس اد، ونشوف في السوق المصري يعني يختلف شويه في الماركتنج تكنولوجي، وان الدنيا تبقى احسن. احنا ان شاء مبسوطين جدا ان احنا عملنا معاك الحلقه دي يا الله. انا شاهين. اكتر. يعني بجد كانت بنفيشل جدا، واتمنى ان كل الناس ان شاء الله تستفيد منها، بالذات فيما له علاقه بالادفايس للناس، فيما له علاقه بالاي اي، ايه الفريم وركس، ايه الحاجات اللي يعملوها. والديمونستريشن او اللي اتكلمنا عليه في واتس اد شيء كويس جدا جدا جدا. وان شاء الله يعني نشوف اكتر عن البرودكت ده. فحابين نشكرك يعني على الابيسود الجميله دي، وشكرا للاودينس بتاعنا برضو. ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب على كل التشانلز، سواء كانت يوتيوب، فيسبوك، انستجرام او كل البلاتفورمز. واستنونا في الحلقه اللي جايه.